بده يرجع لقوة المغرب ولا لضعف السعودية؟ لا، ضعف السعوديه. المغرب اليوم كان محظوظ، السحر ماله اشتغل، السحر ماله. انا قلت لهم تعالوا قلت لهم بالقناه السحر مال المغرب، السحر مال المغرب، إيه. السحر مال المغرب، السحر مال المغرب. كسر الدنيا كلها. النهارده جزائريين بتشجعوا مين؟ السحر مع المغرب، السحر مع المغرب، السحر مع المغرب، السحر مع المغرب. الشخص انخرس وأصابه الصم والبكم. لا، ضعف السعوديه. حاله مثل حال بعض المسؤولين المغاربة، الشيوخ المقدمين. هل تعرف ما معنى الشيخ المقدم؟ وهو ذلك المسؤول الذي ينقل أخبار ما بين المقدم والشيخ، ما بين القائد والعمالة والسكان والقائد والباشا. هذا حاله حال هذا الشخص. لاحظوا سماه، هذا فقط عميل عراقي لا غير. العراقيون كنا زمن صدام حسين كانوا ذو ثقافة، كانوا ذو وعي. كان مع صدام حسين رحمه الله لم تكن تجد الأميين والجهالة، لكن هذا الشخص تافه، شخص منحط. السحر مال المغرب. إذا كان المنتخب المغربي يفوز بالشعوذة، السحر مال المغرب، هذا وجب عليه أن يتابعه المنتخب المغربي. مثل هذا الشخص إنسان تافه. رأى هؤلاء الإخوة الجزائريين فاختفى عن الأنظار. بده يرجع لقوة المغرب. عامل الخونة والعملاء. اليوم كان محظوظ، كما قلت أيام صدام حسين رحمه الله كان كل العراقيين ذو ثقافة، ذو بلاغة، ذو فصاحة. كان العراقي ذو همة وشأن وقيمة. كان يبيت في بغداد ويصبح في انجلترا. هذا لما كان هناك شخص اسمه صدام حسين. فما علاقة هذا الخبيث مع الكرة؟ فقط عميل خائن. كما قلت هذا الشخص حاله حال بعض الشيوخ المقدمين في المغرب. لاحظوا هيئته وسحنته وطريقة كلامه. إنسان تافه منحط يتهم المغاربة بالسحر والشعوذة. أحيي الإخوان الجزائريين على ذلك الالتفاتة ودعم المغرب شعبا ومنتخبا.